ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير ورجعت لكم في فيديو جديد. طيب قلب اخوك، فيديو النهارده طبعا ناس كتير طلبته مني، والصراحه ديت اكتر حاجه مطلوبه اليومين دولت في فيفا يعني. فازاي نادر اقدر اتحصل على اسايم؟ طيب قلب اخوك، عايزك تتابع مع الفيديو الاخر، عايزك تصلي على النبي يا اسطى وتوحد الله. هعرفك طريقه او اسهل طريقه تجمع بيها اكتر من 100 قسيمه. طبعا الطريقه ديت بتعتمد على وقتك انت، فعايزك تتابع مع الفيديو الاخر يا قلب اخوك، تمام؟ وطبعا بمناسبة ان انا يعني الفيديو اللي فات او الفيديو اللي انا كنت عامله على انك انت تحصل على اسايم، الفيديو ده وصل لاكتر من 100,000 مشاهدة واكتر من 5000 لايك. فبالمناسبة ديت انا هختار اتنين اكسبهم معايا جواهر. طيب الشروط، انا مش بحط شروط على اخواتي طبعا، لكن بس اول ما الفيديو يعدي ال1000 لايك هتلاقيني اخترت من الفيديو ده اتنين هختارهم من التعليقات. طبعا انا بحط رابط الفيديو في موقع، هو بيختار الناس اللي عاملين اشتراكات واللي عاملين لايكات. انا مش بقول لك طبعا شروط او اي حاجه من الكلام ده، لكن يا اسطى ممكن تشارك معاه في المسابقه وممكن انت اللي تكون فايز معانا. طيب الاتنين دولت يا صاحبي هيكسبوا ايه؟ اول واحد الموقع هيختاره هيكسب 100,000 جوهرة. تاني واحد هيكسب معايا تصريح نجم، تمام؟ عشان بس اكون يعني قد المسؤولية وقد المسابقة اللي انا عاملها. زي ما قلت لك كده، واحد هيكسب 100,000 جوهرة، واحد هيكسب تصريح نجم، عشان برضو التكلفة ما يكونش غالية عليا، تمام؟ المهم عشان ما اطولش عليكم، يلا بينا على الشرح على طول. اول حاجه طبعا يا قلب اخوك، احنا عارفين ان اللعبه بقت صعبه خالص انك انت تجمع منها سايم. فانا مش هعتمد على اللعبه، او انا مش عايزك تعتمد على اللعبه انها تديك اسايم، لان انت مش هتتحصل على اسايم غير مثلا كل اسبوع هتتحصل لك على من الجواهر اللي انت بتستلمها، لان انت حرفيا مش بتشحن. فانا جايب لك النهارده بعيدا عن العروض بتاعه اللعبه. يعني مثلا مثلا دلوقتي لو دخلنا على الاحداث المباشره وجبنا على نمط التحدي، لو دخلنا على النمط ده طبعا خلاص يعني هينتهي، بيقعد يومين بالظبط وبينتهي. هنا بيلعبك 3 ماتشات عشان تاخد قسيمة 600 جوهرة. ليه يا فيفا؟ يعني انا مش فاهم يا فيفا، انت بتذليني عشان تديني القسيمة ديت؟ فانا يعني احنا شكرا مش محتاجين منك حاجة. هنا في تصريح النجم برضو يعني كل فين وفين، غير بقى لو انت شاحن تصريح النجم فانت هتاخد مننا شوية اسامي حلوين. هنا برضو المهام ديت مش عارف، يعني بيقول لي يعني مهام صعبة عشان اخد قسيمة في الاخر، وبرضه الأحداث هكذا. فلا يا عم، أنا أحسن من الكلام ده كله إن أنا يكون معايا جواهر أو فيفا بوينت، وأجيب الأسامي اللي أنا عايزها، وأنا هعرفك إزاي تتحصل عليهم ببلاش. طبعا أنا كنت منزلك الفيديو اللي فات أو الفيديو اللي أنا قلتلك عليه يا اسطى، إن الفيديو ده مثلا هتقدر تشحن من خلاله جواهر من خلاله في اللعبة، وبعد كده هتقدر أنت تسحب بيهم أسايم. طيب لو أنت البرنامج ده مثلا مش حابه، فأنت أنسب حل ليك دلوقتي يا اسطى، خليك على كلمة البارز. طبعا هنا بيديك 3000 جوهرة بقسيمة واحدة. لو على الالتيميت توتي هيديك القسيمة واحدة ب4500، يعني زيادة 1500. فانت خليك في البارز احسن يا اسطى. هنا خليك على القسيمة ديت، تمام؟ اول حاجة تدخل على نقاط اف سي والجواهر، تمام؟ هنا طبعا سيبك من العروض، هنا بيقولك عروض الفيفا بوينت غالية. بصراحة انا كنت منزل لك طريقة ببلاش، لكن في ناس كتير بتقولك الطريقة صعبة. لكن انت كل فعل ليه رد فعل، بمعنى يعني انك انت لازم تتعب علشان يا قلب اخوك تتحصل على الحاجة اللي انت عايزها. طبعا لو دخلنا على العروض هنا بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض، طبعا العروض ممكن تلاقيها متغيرة عندك لان انا بصور لك من الايفون حاليا، تمام؟ فانت لو انت اندرويد يا اسطى ولو لقيت اللعبة ديت عندك فانت كمل اللعبة، لو ما لقيتهاش عندك يا قلب اخوك فيعني ممكن تشوف لعبة بديلة او نفس المواصفات يعني، تمام؟ فاحنا دلوقتي يا اسطى على الايفون، تمام؟ بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض يا قلب اخوك. اول حاجه طبعا لو نزلنا لتحت كده فهي كلها عروض العاب، تمام؟ وزي ما احنا ملاحظين طبعا في لعب انا معدي فيها ليفلات، وبقف مثلا عند ليفل معين بتديك الجواهر. طيب لو جينا مثلا يا قلب اخوك للعبه ديت، تمام؟ انا بجيب لكم لعبه سهله، لعبه مضمونه، تمام؟ اللعبه ديت هتديك 30,000 جوهره. طب لو انت عايز تعلي، كل عليك يا قلب اخوك انك هتروح على اللعبه ديت. طيب ايه الفكره بتاعت اللعبه ديت يا اسطى؟ اول حاجه يا صاحبي انك انت هنا اول ما بتوصل للليفل 1700 هيديك 12,000 جوهرة. جمع بقى ال4000 والألف وهكذا، هتجمع لك 15,000 جوهرة أو 20,000 جوهرة لحد ليفل 1700. طيب هل ال1700 دولت يا اسطى هتوصلهم في قد ايه؟ ديت على حسب وقتك. يعني لو انت كل يوم ساعة أو ساعتين في اللعبة هتعدي، مثلا هتجمع 15,000 في يومين. هتقول لي يا نادر 15,000 في يوم كتير؟ لا مش كتير، لان انت لو حسبتها انك انت يعني بتلعب وبتاخد جواهر احسن من ان انت بتلعب، مثلا انت بتفتح فيفا في اليوم 5 6 ساعات بتلعب، خليها ساعتين والعب اللعبة 3 ساعتين.
صدقني بدل ما تروح تشحن بفلوس وكلام من ده، لأ. فانت الموضوع سهل خالص، هتوصل لليفل 20,000 هتاخد لك 48، واحسب بقى يا اسطى ده كله هيجمع لك حوالي 100,000 جوهرة. يعني بمعنى كده انك انت هتوصل ل100,000 جوهرة. هتقول لي انت ما بتعملش العروض ديت ليه؟ لان انا باختصار انا قادر ان انا اشحن في اللعبة وما ضيعش وقتي. فانا بتكلم انك انت لو ما انتش قادر انك انت تشحن بفلوسك في اللعبة، انك تعمل العروض ديت يا قلب اخوك. وطبعا زي ما قلت لك يا قلب اخوك ان احنا مش هننسى المسابقة ان شاء الله. الفيديو اللي جاي هعلن عن الفايزين، فما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة، ونشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.